يكفي قول شكرا لسداد قيمة أي وجبة يطلبها رواد هذا المطعم الذي يرحب بالجميع بصرف النظر عن هويتهم وجنسيتهم ودينهم. ينفرد مطعم سعادة السماء الواقع في منطقة برج حمود في بيروت بتقديم وجبات يومية مجانية للفقراء والمحتاجين وكل من تقطعت بهم سبل العيش الكريم. كتر خير عم يعملوا أكل وعم بيساعدوا العائلة. أنا شايف هذا المطعم صليب أخضر، بركة من ربنا. كل يلي بيحتاجوا يلي ما بيقدر يمدوا إيدهم بيجوا لهون. وهون الأكل طيب؟ كم مرة بتاكل هون؟ كثير. بيجي لهون يعني بيوفروا علينا والحمد لله، يعني في إنسانيين كتر خيرهم عم يطعمونا كل يوم. ما بنقطع، عم ياخذونا رحلات وعم ننام عندهم كمان. تصوري أول شيء إنه الإنسان بيطلع شبعان، ما بيضل حدا جوعان وما بيسأل هو لا طائفة ولا دين ولا شيء ولا شيء، لا كبير ولا صغير. أنت ومين بتجي لهون بتاكلي؟ أمي وأخوي. أنا ما عم بشتغل، يعني ما عندي حدا يساعدني. لو عندي مرة ما بعرف بيجي، مرتي بتطبخ لي. هون بتاكلوا مع بعض؟ ناكل صغار وكبار واسلام وتحيه وارمن جميع الطوائف، ما في انا طائفه ما طائفه. هون الاكل بتدفعوا حقه او لا؟ لا. شو بتقولوا لهم هون لهول اللي بيعملوا لكم اكل؟ ما بنقول شيء، بنقول لهم ميرسي. تمويل المطعم الذي أنشأته جمعية سعادة السماء يتم عبر التبرعات التي تقدمها جهات عدة، ويدار عن طريق متطوعين قدموا للمساعدة في إعداد وجبات الطعام وتقديمها للوافدين إليه. إلنا 10 أشهر فاتحين، وكانت فكرة أكيد بير مجدي إنه يفتح شيء كرمال الفقراء والعالطرقات يقدروا يجوا ياكلوا. نحن أكثر شيء إنه في مطعم بأمننا كل يوم أكل، وفي أوتيل مرة بالجمعة، وفي كتير نسوان بيطبخوا عندهم بالبيوت وبيجيبوا لنا الأكل لهون. هلا نحن حلمنا، هيدا حلم مثل ما بيقولوا، إنه بكل منطقة يكون عندنا سناك كافيه بونير دو سيكل، لأنه بكل منطقة في جوعان وبكل منطقة في فقير. طب وقد أنت بتعطي من وقتك كل يوم؟ كل يوم من الاثنين للجمعة من الساعة 12 للساعة 5. بشجع أنا كل أم، كل تيتا، كل صبية وشاب قاعدين بالبيت ضايعين غير الإنترنت والآيفون ومدري شو، ما بيعرفوا شو بدهم يعملوا، يجي لهون يساعدونا. هذا المطعم ليس مكانا لتناول الطعام فحسب، بل في هذا المكان الصغير عطاء كبير وفرحة تغمر أناسا يبحثون عن سعادة قادمة من السماء. أول ما جينا كان عدد بيجوا بياكلوا قليل، والطاولات لبرا ما كانوا موسعين المحل أكتر، كانوا بفوتوا بياكلوا جوا وبيطلعوا لفوق، كان في 3 طاولات بس. بعدين مع الزمن إنه العالم صارت تتخبر بعدها إنه في هيك شيء، صارت العالم تكتر وتجي، حديت هلا صرنا نوصل ل 200 وجبة بالنهار. يكونوا مبسوطين لما تتقربي عليهم بطريقة مش بس انه عم تطعميهم، انه عم تتقربي عليهم كرفقة او شيء تاني او كبي او كجد، تحكي معهم، تعطيهم وجه، تضحكي، تنبسطي معهم، مش بس تعطيهم اكل وتفلي. تسعى جمعية سعادة السماء إلى توسيع مشروعها ليشمل مطاعم أخرى تكون كفيلة باستيعاب المزيد من الذين لا يملكون ثمنا لقوتهم اليومي سوى كلمة شكرا. من برج حمود في بيروت، بتول عبد الله، منتج بال.org.